اهلا بيكم في حياة المطبخ مع رشا. زي ما انتوا شايفين كده دي المشتريات بتاعتنا. مش بتاعت الشهر ولا الاسبوع، دي حاجات بتبقى موجودة عندنا هنا في البيت عشان انا قاعدة في مكان بعيد. الدقيق دوت انا جايباه سايب، بس دقيق فاخر ومجرباه قبل كده، بينفع لكل الاغراض. تمام. انا جبت هنا بقى 2 كيلو، جبت كيلو لوحده وكل نص كيلو نصين. وبرضو دي حبوبة، ده انا بستعمله والله حلو قوي ومجرباه. ده الكيس تقريبا كده ب23، والكيس اللي انا جايباه التاني ده ب25. بص كل حاجة بتبقى مختلفة عن التانية. وجبت خل والصلصة دي حلوة قوي، ب75 جنيه بس، حمرا وجميلة قوي. يعني جنب الطماطم اللي موجودة بتاخدي معلقتين منها على الطماطم، تبقى حلوة. ودي مكرونة اقلام عشان المكرونة البشاميل. انا زي ما قلت لكم بحب اجيب الحاجات دي، احنا دخلنا على شتاء وكده، فالحاجات دي بتبقى ضرورية في البيت. وده لسان عصفور. وقولوا لي رأيكم ايه، انا بحب اشارككم معايا في اي حاجة بجيبها. جبت بقى هنا عدس اصفر، جبت نص كيلو، النص تقريبا ب60. قصدي ب30، الكيلو ب60. وده لبن بودرة، جبت ب100. بنعمل منه لبن مكثف وكده للحلويات، بيبقى حلو قوي. وهنا بقى حاجة الشتا، حمص الشام حمص الشام وترمس. بنحب نعمل الترمس كده وناكله. وده بقى دي كنافة جاهزة كده. الكيس ب25. برضو حلو أوي، بجيبه احطه في الفريزر ووقت ما بعوزه بطلعه. يا ريت ما تنسوش دعمكم ولايكاتكم و والبسبوسة ديت بقى حلوة أوي، نوعها جميل. وعايزة أقول لكم أحسن من البسبوسة السايبة. ليه بقى؟ البسبوسة السايبة ساعات بتكرف من العطارة والحاجات ديت، لكن دي مضمونة وكده ما فيهاش أي روايح والكلام ده. وده بقى البن اللي هنا صراحة كان خلصان، فجبت دوت بكام، ب75 جنيه. وجبت لوبيا، جبت لا، ربع لوبيا. وده بسكوت برضو جايباه عشان نبقى نعمل حلويات مع بعض ان شاء الله، ننزلها لكم قريب، اللي هو اوتكر. وايه تاني؟ التوابل دي بقى حلوة قوي. بصراحة انا جربتها في تتبيلة الرز، كانت جميلة. بس الكيس جوه انا فتحته بصراحة. عايزة اقول لكم الكيس تقريبا ب12 جنيه ونص. بصوا اللي انا فاكرة اسعاره بقوله. ده سمسم ابيض. برضو جايباه عشان بقى حلو للعظم وكده، وبضيفه برضو في حاجات تانية. وده كان نشا برضو. يعني بصوا لا، ده كريم جانتيه. معلش، ده كريم جانتيه. جبت كريم جانتيه سايب انا برضو حلو. انا كنت موريكم قبل كده بجيب اكياس جاهزة وبجيب ده. هنا بقى جبت الشوكولاتة اللي هي الصغيرة ديت، بنزوق بيها كب كيك، بنحطها في حاجات شوكولات شيبس. دولت الشوية دول كانوا ب20 جنيه. ودي بذور الشيا برضو كان دولت ب30. انا كان عندي هنا بس يعني جبت زيادة ازودها. وطبعا جبت هنا بقى الخميرة دي، يعني لازم يبقى عندك خميرة لأي معجنات بقى وحاجات من دي. وهنا معايا الكيك شيف. بصراحة كيك شيف ده ممتاز جدا، وانا جربته كتير في حاجات حلوة قوي. فبرضو بخليه عندي هنا. والفانيليا بقى اي فكة بجيب فيها فانيليا، بصراحة بنستعملها كتير قوي. ده الكيس كان بجنيه تقريبا، في اكياس بجنيه ونص وفي اكياس بجنيه. تبع شركة فوكس، حلوة قوي. الملح ده ملح الهيمالايا. ده حلو قوي وليه فوائد. وهوريكم بقى بقية المشتريات. يعني انا جمعت كل المشتريات
اللي انا جبتها قبل كده ودي، وقلت لا انا هشوفها معاكم، عشان زي ما انا اتعودنا مع بعض ان انا بشارككم في كل حاجة، ونعرف اسعار الحاجة اللي انا فاكراها واللي مش فاكراها. بس وانتوا قولولي واكتبولي في الكومنتات بتجيبوا حاجتكم منين، سوبر ماركت ايه او مكان فين. ولو في حاجات عارفينها فيها تخفيضات او حاجات من دي برضو عرفوني. هنا بقى انا جبت الحاجات دي من حالا صراحة، كان جالنا اشعار كده انا مشتركة، وحبيت بقى اجيب من الحاجات دي برضو بيبقى عاملين عليها تخفيضات. ده جبت لبن لتر ونص من عندهم، كان عليه عرض، كان تقريبا ب60 او ب62 جنيه. وجبت الزبادي دوت. والفول ده جميل، عايزة اقول لكم بجد تحفة تحفة، جميل قوي. وده بكلورز برضو، ده كان الكيس ب15 جنيه تقريبا. حلو، بيبقى محمص كده برضو، مفهوش حاجات يعني وكده. وهو كريم جانتي انا قلت لكم انا بجيب السايب وبجيب الاكياس، يعني ساعات بستعمل ده وبستعمل ده، وبتبقى الحاجة موجودة هنا. بص انا كل كل ما هتطلع كيس هتلاقوا فانيليا. انا بقول لكم بقيت الفلوس بجيب بيها فانيليا، فما تستغربوش ان انا كل ما اطلع فانيليا. وبرضو هنا معايا برضو خميرة. انا قلت اشارككم معايا برضو، لان انا قلت لكم انا اي حاجة بصورها بجيبها بخليها عشان نشوفها مع بعض وتشاركوني واشارككم. هنا بقى جبت شوكولاتة اللي هي الصغيرة دي، الواحدة تقريبا كده ب10 جنيه او ب5 جنيه. وهو دي بقى شوكولاتة دارك، دي كانت تقريبا كده ب50 جنيه. هي شوكولاتة باللوز، حلوة قوي بجد. السكر بتاعها يعني نسبة بسيطة جدا، بس شوكولاتة دارك حلوة قوي قوي. تشربيها بقى مع فنجان قهوة كده، هي بيبقى مزاج بصراحة وبتبقى جميلة. آه، أحسن حاجة تجيبيها وتخليها في البيت، تبقى موجودة عندك هنا. بجد كانت جميلة قوي، وتشربيها جنب فنجان قهوة مش قادرة أقولك بقى. ودي بقية الحاجة اللي احنا جبناها. هنا بقى نزلت كنت جايبة توابل. التوابل دي اللي احنا جبناها. هنا معايا العسل دوت كان ب60 جنيه تقريبا، هو كيلو ونص. بس هو مش وزنه كيلو ونص بالظبط، لا هو ناقص عن كده. وده عسل ابيض ان شاء الله، ده عسل زهرة البرسيم. ان شاء الله هنزل لكم الفوائد بتاعته في فيديو بعد ده باذن الله، هقول لكم ايه الفوائد بتاعته. جبت هنا كورن اللي هو ذرة الفشار اللي بنعمله كورن فشار جاهز. وجبت فول، ده فول بلدي. الكيلو منه كان بحاجة و60، مش فاكرة بالظبط، 65. عايزة اقول لكم لقيته في محلات تانية مش حلو، والله والله كان حاطينه بحاجة و90 جنيه. ازاي؟ انا معرفش ايه الفرق ده كله، مش عارفة. وجبت هنا بودرة الزعفران بحطها للرز البسمتي. ورق راولة. جبت الوان طعام، دي بتحطيها في اي اطعمة مفيدة، يعني مش ضارة، لا هي صحية. جبت منها دوت. الواحدة كانت ب15 جنيه. جبت 2، جبت لون احمر واخضر. وان شاء الله هنزل لكم قريب بطريقة حلوة قوي. حلال كنافة هنشوفه بقى عشان ايه، خليها مفاجأة. هنا بقى جبت توابل، جبت هنا ينسون اللي هو النجمة ده. قوي قوي وجميل قوي، شديد يعني وحلو. ودي كانت حاجتنا النهاردة. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك والسلام.